يا ترى مرة سألت نفسك هو ليه في الفضاء بنقيس المسافات بالسنة الضوئية؟ مش المفروض السنة دي وحدة قياس للعمر والكيلومتر هو اللي بنقيس بيه المسافة؟ ويعني ايه أصلا سنة ضوئية؟ ببساطة السنة الضوئية هي المسافة اللي بيقطعها الضوء في سنة واحدة، فلما نيجي نحسب المسافة دي على مدار سنة كاملة هتطلع بتساوي حوالي 9.46 تريليون كيلومتر. ايوه، هو الرقم الكبير اللي قدامك ده. ولو عايز تقربها اكتر فتخيل معايا بما ان الضوء بيمشي حوالي 300 الف كيلومتر في الثانية، فلو استمر على نفس السرعة دي لمدة سنة كاملة هيقطع المسافة الضخمة اللي قلتلك عليها دي. طب هو ليه بنقيس المسافات في الفضاء بالسنة الضوئية مش بالكيلومتر عادي زي اي حاجة تانية؟ العلماء بيستخدموا السنة الضوئية بدل الكيلومتر عشان المسافات في الفضاء كبيرة جدا بطريقة مش معقولة، فلو استخدموا الكيلومتر الأرقام هتكون ضخمة جدا وصعب جدا نستوعبها. فمن باب التسهيل فكر العلماء في وحدة القياس دي، فبدل مثلا ما نقول إن المسافة بين